يخرج من الاتحاد السكندري الا للزمالك على الزمالك. طب نقطه من اول الصف، من فضلك يا استاذ محمد رجع لنا محمود علاء بعد اذن السد. شبابنا راح جواب النهارده، في كذاب بكره ان شاء الله بعد 24 ساعه بعد ماتش الاتحاد السكندري. ودي بقول لكل ولادنا اللعيبه، علاقتنا بجمهور الاتحاد، علاقتنا بلعيبه الاتحاد علاقه محترمه جدا جدا جدا. اوعوا اللي عمله محمد مصلحي ياثر على سير المباراه. تاني هيدن الزمالك وهيستمر علاقته بالاسكندريه والاسماعيلي، يعني كان بقى على الاسماعيلي والسويس والمنصور كله علاقات محترمه. بنحترم عشان كده ما بنطلعش في عربيه ترحيلات محافظات مش عارفين نخش الاسماعيليه، احنا خربناها جيل ورا جيل ورا جيل. بالنسبه للاسماعيلي او مدينه الاسماعيليه او فريق الاسماعيلي، رد عليك بكلمه واحده، الاهلي غيره ما فيش، الزمالك عدى رويش. حتى بقى هنشوف رغبه اللاعب ده، كان اتكلمنا قبل كده، قلت له حضرتك شوف الموضوع. قال لي طب بعد كده قفل معايا السكه وكلمني تاني وقال لي الامير مصطفى منصور هيكلم اللاعب. قلت له معلش شويه تحت امرك شوف القصه وارجع لي. الكلام ده كان يوم 4 خميس وجمعه الاهلي ابتدى يتحرك جامد جدا جدا جدا، وبعت لي موافقه اللاعب كتابيا. ده الاهلي الاهلي بعت موافقه اللاعب اللي يلعب في النادي الاهلي كتابيا. طب هو اللاعب يا فندم ماضي للزمالك؟ حضرتك الكلام ده دي ما تفرقش عندي خالص. انا فاهم، انا قصدي الكلام ده ملهاش اي قيمه ثم اللاعب يتعاقد مع اللاعب مع النادي. انا فاهم يا فندم، انا قصدي اللاعب ماضي للزمالك ولا حضرتك ما عندكش خلفيه اصلا؟ ما عنديش خلفيه. انا بحكي برضه، يعني انا بالنسبه لي كنادي اتحاد ما حصلش تواصل. ثاني يوم سالت هو حصل. تمام. حضرتك اتحرك الاهلي بشكل قوي، حضرتك خلصت مع الاهلي ثاني برضه. حضرتك انا بحكي القصه عشان حضرتك بس تبقى عارف. خلص الكلام ده النادي الاهلي ابتدى يتحرك جامد وابتدى ان هم يتكلموا على وانا كنا قايلين ان احنا عاوزين مع العرض المالي 2 لعيبه. اتعرض عليا 3 4 لعيبه، عرضت الاسماء دي على الكابتن زوران والجهاز الفني نادي الاتحاد السكندري، هم اختاروا عمار حمدي ومحمد محمود. يا عيني يا مصلحي، يا عيني على سيد البلد، يا عيني على اسكندرانيه يا جدعان. مروان عطيه اهلاوي.